دلوقتي هقطع معاكم قطعة وندوقها مع بعض. هي صغيرة عشان مقاديرها صغيرة، بس ايه المهم ايه الطعم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الشوكولاتة كده داخل لجوه ازاي. ما شاء الله عاملة زي السبونج، زي القطنة، عشان كده بيقولوا عليها ايه قطنية. ندوقها مع بعض. بصوا الجمال. خرافة خرافة خرافة، مش عارفة اتكلم من جمالها. بصوا ان شاء الله ان شاء الله تعملوها وتطلع جميلة 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 بإذن الله. روعة روعة روعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناتنا نهوم. وحشتوني كتير وبحبكم كتير 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 كتير، داخل وخارج مصر. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة، بالكيكة القطنية اللي هي اليابانية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. معانا كوباية دقيق كبير او مج دقيق كبير حوالي 200 جرام، ومعانا معلقتين سكر كبار، ومعانا 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا 3 بيضات متوسطين، ومعلقتين زبادي كبار يعني علبة زبادي صغيرة، ومعلقتين كاكاو كبار، ومعلقة بيكنج باودر يعني صغيرة بس مليانة، يعني حوالي نص كيس البيكنج باودر، ومعانا كيس فانيليا، ومعانا معلقة خل صغيرة ورشة ملح. دلوقتي هنشوف هنبتدي نعمل ايه. اول حاجة هنبتدي نعملها ان احنا هنفصل الايه البياض عن الصفار. تمام كده. هنفتحها كده وهنركنها على الجنب. تمام. لسه هضربها تاني بالمضرب. دلوقتي هحط الصفار اهو، بس تمام. وهنضربه كويس. وهنضيف له جزء من السكر، يعني حوالي معلقة سكر، عشان المعلقة التانية هنضيفها على البياض ونضربها بالمضرب الكهربائي كويس، عشان يسرع عملية ان هي يبقى فوم. تمام.
وهنضيف دلوقتي الزبدة اللي بدرجة حرارة الغرفة. دلوقتي الزبدة مع البيض مع السكر اضربهم بالمضرب. اضربهم كويس الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. هنضيف دلوقتي الزبادي وبرضو هنضربه ضربة كده بالمضرب. نضيف الأول المواد السائلة، المكونات السائلة، وبعد كده هنضيف المكونات الجافة. هنضيف اللبن وهنضيف الخل، معلقة الخل الصغيرة، وهنقلب كده الأول، وبعد كده نفتح المضرب على الواطي، بعد كده على هنضيف دلوقتي الكاكاو، معلقتين الكاكاو الكبار، برضو على الواتش الاول. نقلبه الاول كده شوية عشان الكاكاو ما يطرش، وبعدين على الواتش شوية. وهنضيف دلوقتي الكاكاو، قصدي هنضيف الدقيق، وعليه معلقة البيكنج باودر الصغيرة المليانة، نص كيس البيكنج باودر، ومعاه رشة الملح، وهننقلهم كده. وهنبتدي برضو نقلبهم كده من غير ما نشغل المضرب، هنقلب وبعدين نفتحه على الواطي، لغاية الابيض ده كله بتاع الدقيق يروح. كده ودلوقتي هنبتدي نحط بياض البيض، وهضيف له معلقة السكر التانية، وهضيف له كيس فانيليا، تمام كده. وهبتدي اضربه الاول على هادي وبعدين على السريع لغايه ما يتكون فوم ابيض. اهدي شويه انا هفصل شويه لغايه ما اكون الفوم وارجع لكم تاني.
دلوقتي كده تمام اهو، عمل فوم. هنشوف هنعمل ايه بعد ما ضربنا البياض وخليناه فوم ابيض كده. هنضيفه للايه، للكيكة. تمام كده. وهنبتدي بقى برضو نلف كده، نحاول نلف بالمضرب كده، ونبتدي نفتحه على الهادي الاول. ان شاء الله هتطلع كيكه تحفه تحفه تحفه، تستاهل بقكم كلكم. انا عملتها مقدار صغير. ودلوقتي انا جبت القالب بتاعنا اهو، وهدهنه كويس بالزيت عشان ما يلزقش معانا الكيكه، ما تلزقش معانا. تمام كده. وهعفره بالدقيق. تمام كده. وهحط الكيكة بتاعتنا في القالب. هي المقدار ده قد القالب ده. ان شاء الله تطلع كل حاجة مظبوطة. وهنعمل الحركة بتاعتنا بقى. تمام. وهنحطها في فرن على درجة حرارة 150 درجة في النص، وحوالي 20 دقيقة كده، يعني من 20 دقيقة لنص ساعة. تمام. يلا بينا. طبعا بيتعمل لها حمام مية ساخن، يعني هنضيف المية، نحطها في صينية ونضيف لها المية كده. تمام كده. وهندخلها على الفرن. دلوقتي حبايبي هنعمل مع بعض صوص الشوكولا على البارد، مش هعمله على السخن. معانا حوالي ربع كوباية كاكاو، ومعلقتين كبار سكر بودر، ونص كوباية زيت، ونص كوباية لبن، ومعانا كيس فانيليا. هنبتدي نشوف هنعمل مع بعض ايه. اول حاجة هنستخدم طبعا المضرب الكهربائي، وممكن تعمليه في الخلاط حسب راحتك يعني. معانا الكاكاو، هنضيف الكاكاو، وهنضيف السكر البودر، وهنضيف اللبن، وهنضيف الفانيليا، والزيت طبعا هنضيفه حبة حبة. اول حاجة هنخلط المكونات دي مع بعض. اول حاجة من غير ما نشغل المضرب نلفها مع بعض كده شوية، وهنفتح على الهادي. نضربهم كويس. الزيت بقى لما بنحطه
بيتقل القوام وايه، وبيديها لمعة حلوة كده صوص الشوكولاتة. انا عملت المقدار ده على قد الايه القالب بتاعنا اللي هنزينه بيه. كل واحدة تعمل حسب المقدار والمكونات اللي هي ايه هتضيفها. تمام كده. شوف بس ما يكونش في حاجة في الجناب كده نشيلها اهو. بصوا ما شاء الله هو كده تقيل، بس احنا عايزينه بقى صوص يتحمل يعني. هنبتدي نفتح على الهادي كده ونضيف الزيت حبة حبة. بصوا ما شاء الله القوام الجميل اللي احنا عايزينه. نحط بقية الزيت وايه هنضربه كده. الصوص بتاعنا بقى جاهز. افتح شوية على العالي. احلى صوص شوكولا هتعمليه وعلى البارد، وهتزيني بيه كل الكيكات بتاعتك وكل اي حاجة انت عايزة تزينيها بيها. تمام. بصوا في اللمعة والقوام. دلوقتي هنقل الصوص في حاجة ليها بوز كده علشان ايه لما اجي ايه ازين بيه. بصوا ما شاء الله بصوا بصوا ما شاء الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ غرقانة شوكولاتة، وهنضيف لها الشوكولاتة اللولي الكريسبي دي. بأي حاجة، ممكن كمان شوكولاتة فرماسيه، اي حاجة ممكن تزينيها بيها. بصوا الجمال والحلاوة دي. شايفين المنظر الجميل ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. والى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.